الإنسان يدرك أن في الحب العطاء. الحب أن تجد الصدور فيك في حسن المكان. الحب أن يكون الأمن في قلب السماء. الحب أن نحيا ونعطف وننسى. فمع شاعر أعيشه باستمتاعه وبعلوم فكرته ورقة إحساسه وتميزه، وهو متمكن من شعره في العامية والفصحى. عضو نادي أبا الكفرية الأستاذ صباح حامد. محبوبتي ماذا أقول والعاشقون تدبرهم قائل بأن حبيبهم القلب. النور أنت لكن الجمال يحل نفسي ثم يستبني. لولا بعادك ما بكت عيني ولا باتت الأشواق في قلبي براكين ولا النيران تعيني. محبوبتي وأنا وحيد أحتسب دمعات حزني يأكل الترحال مني مختفر، والذي يأكلني يلقيني بالذكرى. وحيد مثل حبات بمطر من إذا هب النسيم تعاودت الذكرى في قاهرتي. من لي على الأشواق من ذكوري بالجلد. لم يعد بداية. أهي البداية أن ترى ذات الفقار وتعثر الولد الفتي على ثرى الولد العميل. يا أيها المسلول بالفرح الليل تعبت قلوبك والقاصفة الحكيمة والقصيمة والوطن لا تهدي. ولم يعد إلا فردا لم يعد صمتة أجل القصيمة مهرة. لو كان لو في الوقت اتبع الجميل ببنات أحلامي على شقاونا حتى أطاط في العطش لحبيبة كانت عطية لما تجيبك تستغيث عيونها وتهدم الأبواب للأمل البعيد. الآن قد طلقت شروقات العقيدة تركتك لنا من ثيابك عاليا تركتك والرجع الكريم حين اضطرارك عنك ضاحكة عليك وانت تسوي من الأشعار بالفرح في جسمك. يا أيها المسجود بالحب السخين والمسكين خل انتظارك التي في هدنها خلتنا بأجل عاقبة ما تجري إشبال الحبيب. خل انتظارك التي ألقت بقلبك من عدل فتتسكن من وليك لطويل. طبعت قلوبك لم تعد لها السباق ولا اللقاء ولا العراق ولا إذا طبعت بحلمك ثم لا تسبق لها فيها الوحيد. فاصدق بها واصدق بصوت لا يجيء حتى الصبر. واصدق بكل حدودها الوطن الممزق قبلها. واصدق بآلهة القوانين كلما جاءت تمثل بالتقييد. تدعونك لا نحن يا غربتي وقصيدتي ملعونة ما دخلت يوم القصيد. ملعونة لإذاعة المنظر بما دوما تذكري وكلما دخلت فضاقت اسمها ولد شديد. يا أيها المسؤول بالفرح الكريم هذا عساك ونجعل إلاك فردا فاستري واصنع لنفسك مطلقا بين التقليد أو التحديد. وهذا مفتاح حبيبي وهذا مفتاح حبيبي كوني بلد رجعته سنيدك يا وجع قلبي عليك يا وجع قلبك
ومخالف الحق ثاني وعشت ضاقة حبيبي وهذا ثابت فيه يسحب به وهذا بالسنة الأخير مقرر العام وعنوانه لمقهر عدائيه وهذا حين الحق للحاجة طويله ونحن كلنا من خلف مدنيتك لنتخفى من عتلعيتك يا من يغيثك من وجع قلبي يا من يغيثك يحققون الذات فتتكلمون كلمة واقف أنا بعدك من جهلك أنا جاهز أكون سلوة أنا جاهز أكون سلوة أنا جاهز فالله الله لو جنبي يبان من زوج ولئن هقول إن الجواز باقي يقول أيوة الجواز باقي يا من يزيدك يقول يكون لا لعقليتك قلة المخلص والجواز يجيب والجواز يجيب أو حقا جاء العيد ويا مكان أو حقا جاء العيد ويا مكان وتنفح والدنيا بضراب الغرفة بالكينات وبالأرضاء وتنزل ثوب العيد وثوب العيد جميل كما أحلام أو حقا وتتخذ أمي تحتا وتتخذ أمي تحتا وتتنجى كالعادة يا الله أن تصنع بالمرء تضحك في خير أن تكون في الآيات وتضحك كيف تضحك والذي منزلنا كيف تنفذ لله يا وطني عفوا أخذ بأدب في كل القراءة أو حق الجاهل في الحياة وسيضع كل الأطفال عالمنا بتجاربه المتفائل وسيضع كل الأطفال عالمنا بتجاربه المتفائل والمتقاطع والمتوازن والمتهازل عن كل منازل من أجل نصرة والعرش أو حق الخير أن نطلب بوجه قائم في وجه الليل أو نسأله لماذا أو كيف أخذ العيد وكالعيد الثاني لا نملك أن نذهب في يوم العيد من الأموال لا نعرف من العالم بآلته أن يدرك الغاية جاء العيد ويا جاء العيد ولكننا نحن بالذئب غزالا تمثالا بالحرية لكننا نؤمن أن الفضل يسعى للعدل ويلجأ للفقر ونجم فشريكنا لا زلنا نؤمن أن رد وحتما أن نرفع كل الرايات البيضاء كأن علوم السن الراقد في حب العاهرة والزجاجية يا الذي لكنك لا تملك لا تملك قوتا وجبارا تمتلك مهزوم لا يصدق أبدا ومعتصما كيف يتم العلم يا فتاة كيف تتضرع أيدينا في حركات نثبت لله لبيك الله كيف تنبت ثوب الإحرام على أسوار تصديقتنا كيف يا الله من يطلب في الصوت منهم من يسعدهم من يطلق راحتهم من يوصل واحد الكحف سواك يا الله يا سيدي يا فتاة وتنتهي العالم أن تصنع بالفرق وتهمك بأذنه لا تسأل عن فرق وابحث عن عمل فأبوك الشيء يحتاج لمن يرعاها هو حتى لأبيك سيدي لا تخطب مني لا ذلك أمي من تصنع بالفرق لا دمنا لا نملك جاها لا دمنا يا أبت لا نملك جاها فليجاه العيد فليجاه العيد عقل الجمال ما بين جسمي وبين جسم قريب مفتوح وخيط واصل ينزل جسمي جوه يا اخ كبير يا حب وخير يا عاشق والفؤاد مفتوح فمع الاخ الكبير والشاعر الرائع استاذنا فريد نبي الاستاذ الاستاذ كمال